يلا بينا نقتل كل كلاب الشوارع في مصر. يا ترى حياتنا هتبقى أحسن ويخلو لنا وجه مصر ونصبح من بعدهم قوما صالحين، ولا هنفتح باب محدش هيعرف يقفله؟ لحسن الحظ احنا مش محتاجين نتخيل، لأن في بلد شبه مصر في كل حاجة عملت كده بالظبط. البلد دي شبه مصر في الجو والسلوك السكاني، في البنية الحضارية، في الفجوة الضخمة في جمع القمامة والوليمة المرمية في الشوارع. الهند عملت اللي ناس كتير في مصر بتنادي بيه، وتبنت قتل الكلاب كسياسة رسمية من أيام الاستعمار البريطاني مرورا بالسبعينات والتسعينات. مدن كاملة زي مومباي ودلهي وبنجلور كانت شغالة بشكل منظم في عملية إبادة الكلاب، تسميم وإطلاق نار وغرف قتل حكومية، والهدف تقليل العدد، نوقف السعار ونرجع الشارع آمن مرة تانية. والنتيجة كل منطقة كان بيتقتل فيها كلاب كان بيدخلها كلاب من مناطق تانية من خارج المناطق دي والمدن دي، لأن مصدر الأكل لسه موجود، فالفراغ البيئي ده لازم هيتملي. والكلاب الجديدة اللي دخلت على المناطق دي كانت غريبة على المناطق دي، فكانت خايفة وكان عندها تصرفات عدوانية، وطبعا كانت غير مطعمة، فزادت حالات العض والسعار والمشاكل مع الناس. والهند فضلت من أعلى دول العالم في حالات السعار رغم القتل، وطبعا كل ده كان بيستدعي ميزانيات مهولة جدا، استيراد سموم، عمليات جمع وقتل وحرق والتخلص من الجثث. وبقت الحقيقة واضحة بالتجربة العملية وبالدليل الغير قابل لأي نقاش: القتل مش بيقلل العدد. ولما الناس في الهند لقوا إن كل اللي بيعملوه ده ما بيجيبش نتيجة، قرروا إن هم يغيروا اتجاههم شوية وتبنوا سياسة CNVR: امسك، عقم، طعم، رجع تاني المكان. ومدينة جايبور في الهند كانت أول نموذج متكامل للعملية دي، وقدرت إن هي توصل لحالات صفر من السعار البشري. حالات العض انخفضت بقوة، وفي بعض التقارير بنسبة 75%. مجموعات الكلاب بقت أهدى وبقت مستقرة، وما بقاش فيه كلاب جديدة بتدخل المنطقة أبدا. الهند اكتشفت إن الكلب اللي موجود لو عقمناه وطعمناه ورجعناه مكانه تاني ونظمنا مصدر أكله بنقاط إطعام رسمية، بيكون أهدى، أقل خطر، وبيحرس مكانه من أي كلاب جديدة جاية وما بتكونش مطعمة. دلوقتي نرجع لسؤالنا: لو قتلنا كل كلاب الشارع في مصر من غير أي تغيير في ظروف البيئة المحيطة بيهم، إيه اللي هيحصل؟ طول ما مصادر الغذاء الأساسية الموجودة زي القمامة لسه موجودة، هتظهر كائنات تانية طبيعي إن هي تتغذى على القمامة دي، فئران بقى، عرس، وطبعا هتيجي بأمراضها. الفراغ اللي هيتكون نتيجة قتل الكلاب الحالية دي هيتملي بكلاب مهاجرة من مدن ومن الصحاري ومن دول حتى محيطة، والكلاب دي هتكون خايفة ومش متعودة على المناطق دي ولا على الناس اللي موجودة في المناطق دي، فبالتالي العدوان هيزيد، العض هيزيد، السعار هيزيد، وللمفاجأة عزيزي العدد هيزيد أكتر من الأول. الهند جربت الفشل علشان إحنا نتعلم منه، فيا ترى هنعيد اختراع العجلة ونجرب الفشل تاني ونخسر وقت وفلوس ونخاطر بمخاطر إحنا ممكن ما نكونش قدها، ولا هنستخدم أهم ميزة بتفرق الإنسان عن أي حيوان تاني، وهي التعلم من تجارب الغير والمعرفة المنقولة عبر الأجيال؟